يعني ايه هورس باور؟ وايه علاقه العربيه بالحصان؟ وليه حصان؟ ليه مش اسد مثلا ولا نمر والحاجات المفترسه القويه اللي احنا نعرفها دي؟ وهل المفروض ان ده معناه مثلا وانا سايق ان انا لو العربيه دي 130 حصان ان انا لو جري جنبي 130 حصان اسبقهم يعني، ولا ده ايه طيب؟ بص يا سيدي، خليني اقول لك باختصار وبمنتهى البساطه ان زمان قبل ما يبقى فيه المواتير والتربو والكلام الجامد بتاعنا بتاع دلوقتي ده، كانوا بيقيسوا قوه اي آلة بعدد الحصانه اللي بتقدر تقوم بنفس شغلها. والحقيقه ان اللي عمل كده واحد اسمه جيمس وات، راجل اسكتلندي رايق كده. لقى ان هو الزمن اللي هو كان عايش فيه الناس بتقيس كل حاجه وقوه كل حاجه بالحصان، لان هم كانوا بيستخدموا الحصانه في النقل. فجه قال لك بس خلاص، انا علشان انا ابيع في وسط الناس دي اول موتور انا عملته بالبخار، لازم افهمهم ان قد ايه الموتور ده بيعمل اللي الحصان بيقدر يعمله. فقال لك خلاص، الحصان الواحد لو بيقدر يعمل شغل قد كده في الدقيقه، انا هسمي الشغل ده او القدره دي هسميها الهورس باور. يعني بكل بساطه نقدر نقول ان واحد حصان ميكانيكي يساوي القوه اللي الحصان واحد يقدر ينتجها. وعشان كده كل ما الهورس باور بتاع العربيه بيعلى، كل ما تلاقي العربيه دي بتقول لك بص خليك بقى ماسك الدركسيون كويس احسن انا ممكن اطير. الخلاصه يعني ان الهورس باور هو رقم بيقول لك العربيه دي قويه قد ايه، وهتستجيب معاك ولا ممكن تكسفك وانت طالع من الاشاره. بص، هو رقم بسيط، بس الحقيقه يعني ان هو بيحكم على سباقات كتير. لو المعلومه جديده عليك ما تبخلش عليا باللايك والسبسكرايب. ولو انت من الناس اللي هم مواليد مصانع مرسيدس بنز، برضو ما تبخلش عليا باللايك والسبسكرايب، لان انت دايما هتلاقي عندي كل جديد ومفيد.